ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنشتغل مع بعض شوية تشوز بسيط كده على منهج الجيومتري كله. بص عليه وركز في الأسئلة، أسئلة بسيطة وحلوة، وإن شاء الله آه يعني تحلها كويس وتستفيد منها. طيب، هخش على أول سؤال. سؤال سهل جدا، بيقول لي 2 كوساين سكوير 30 ماينس 1. أكتبها على الكالكليتر بيني وبينك. أنا دلوقتي ماسك الكالكليتر بكتبها، طلعت الإجابة نص. طيب، مين في دول الإجابة بتاعته هاف؟ الإجابة تبقى إيه؟ شكرا. السؤال اللي بعده. قبل ما أخش على السؤال اللي بعده لازم تبقى عارف حاجة. لو عندي two angles مجموعهم ب 90 بنسميهم complementary angles، فالساين الأولى هي كوساين التاني، وكوساين الأولى هي ساين الإيه؟ ساين التاني. فأنا لو عندي two angles مجموعهم ب 90، فساين الأولى تساوي كوساين التانية، كوساين الأولى تساوي ساين التانية. تعال أخش هنا. بيقول لي إيه؟ x و y are two complementary angles. ساين الأولى 3/5، كوساين التانية برضو 3/5. خلصت. السؤال اللي بعده. إمتى ساين الأولى تساوي كوساين التانية؟ لو المجموع بتاع الاتنين 90. دي بالبوزيتيف تروح بالنيجاتيف، يبقى x equals 90 minus 70 اللي هي كام؟ 20. ركز معايا بقى في الحتة الجاية دي عشان خطيرة. ملحوظة كمان، بيقول لك انجل ايه ب 85. قشطة. والساين الأولى تساوي كوساين التانية. الله، ده الاتنين دول يا مستر مجموعهم 90، يعني الاتنين من البي ب90، والبي قد البي عشان هي نفس الحرف، فالبي بكام؟ 45. البي بكام؟ 45. اوكي، جبت البي 45. اوعى تختارها غلط. ليه؟ هو مش عاوز البي، هو مش عاوز البي. ده مثلث صح، اسمه اي بي سي، في انجل A وانجل B. تعرف تجيب سي؟ طبعا 180. شيل منها 85، شيل منها 45، تطلع معاك زي ما تطلع. 85 minus 45 الإجابة بتطلع 50. شكرا. سؤال رقم 5 من الأسئلة الجميلة الحلوة برضو. ركز معايا في سؤال 5 ده، بيتحل بستة ابتدائي. بيقول لي ايه؟ A to B to C 3/4/5. نفتح صفحة كده ونحله مع بعض. بيقول لي A to B to C 3/4/5. كنا واحنا صغيرين بنزود خانة اسمها خانة الصم. اجمع كام دول؟ 7 زائد 5 12. طيب، دول 3 انجلز في مثلث صح؟ مجموع الانجلز كام؟ 180. تعرف تجيب لي انجل سي؟ ليه انا عايز اجيب انجل سي؟ عشان هو عاوز، سوري، انا عايز اجيب انجل بي. ليه انا عاوز اجيب انجل بي؟ عشان هو عايز كوساين البي. هروح اجيب انجل بي. تعرف تجيبها؟ ده في ده على ده، يبقى 4 في 180 على 12. تطلع معاك بكام يا باشمهندس؟ تطلع ب60 ديجري. انا كده جبت البي. هو عاوز كوساين البي، يعني عاوز كوساين 60 اللي هي بهاف. شكرا، الموضوع انتهى. الإجابة بتاعتي هاف. سؤال رقم 6، سؤال جميل جدا. بيقول لي ايه؟ ساين اكس ايكوالز هاف. عايز اجيب اللي جوه الساين. بودي الساين الناحية التانية بزرار اسمه الشيفت. ساين هاف. الإجابة بتاعتك تطلع 30. نفس الكلام، عاوز اجيب اللي جوه الكوساين. وخلي بالك المستر دقيق في الكلام، انا بجيب اللي جوه الكوساين مهما كان اسمه. كوساين يروح الناحية التانية، شيفت كوساين. شيفت كوساين روت 3 على 2. الإجابة تبقى 30 يا باشمهندس. هل هو عاوز الإجابة 30؟ لا، ده عاوز ساين 2x، يعني عاوز ساين 2 مضروبة في 30.
يعني عاوز ساين ال60 على الكالكليتر رصها هتلاقيها روت 3 برضو على طول. السؤال اللي بعده سؤال جميل قوي. x equals ده كده يا باشمهندس محترم يترص على الكالكليتر. كوساين ال60 تعالى نحسبها انا بدماغي هاف تايمز تاني ال45 ب1. الإجابة نص. ماشي، الإجابة إيه؟ نص. هل نختار نص؟ لأ، هو عاوز إكس باور 2 يعني عاوز هاف باور 2. الإجابة تبقى 1 أوفر 4. فين 1 أوفر 4 دي؟ السؤال اللي بعده بيقول لي في الكويستشن ده إيه؟ بيقول لي حضرتك عندك أنجل بي ب 90. ماشي أوكي، أنجل بي بكام؟ ب 90. وهنا في ال A وهنا في ال C. ماشي، انجل بي ب 90 يعني مجموع الاتنين دول اللي هو ال A وال C ب 90. يعني A plus C equals 90. وطالما عندي تو انجلز مجموعهم 90 فساين الأولى تساوي كوساين التانية، وكوساين الأولى بتساوي ايه؟ ساين الايه؟ ساين التانية. طب يا مستر بعدها نعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجة. هشيل كوساين سي، شيلها واحط مكانها ساين A. ساين A بلس ساين A تديك كام؟ 2 ساين A. دي إجابة. وممكن حضرتك تشيل ساين ال A. ساين ال A شيلها، حط مكانها مين؟ كوساين C. فتبقى الإجابة كوساين C بلس كوساين C 2 كوساين C. مين موجود؟ هل 2 ساين A موجود؟ لأ مش موجود. طب هل 2 كوساين C موجودة؟ الإجابة إيه؟ C يا دكتور يا محترم. السؤال اللي بعده حلين زيه كتير. عاوز تجيب اللي جوه الساين، والمستر دقيق في الكلام. انت هنا عاوز تجيب اللي جوه الساين، اللي جوه مش الاكس، اللي جوه الساين. هتودي الساين الناحية التانية بشيفت الساين، يبقى 2x equals شيفت ساين 0.5 اللي هي 30. تروح بالديفايدد يعني الاكس بتاعتك 30 على الاتنين اللي هي كام؟ 15. عاوز الاكس؟ الاكس بكام؟ ب15 يا دكتور يا محترم. خش لي على سؤال كمان. خلي بالك لو سمحت ابوس ايدك، انت هنا بتجيب اللي جوه الساين. الساين تروح الناحيه التانية شيفت ساين، فالاجابه تبقى كام؟ 30. يبقى x اوفر 2 ب 30. خلي بالك اللي جوه الساين ب 30 مش الاكس ب 30. لا لا لا، اللي جوه الساين. ال2 بالديفايد تروح بالتايمز، يعني الاكس بتاعتك 30 في 2 اللي هي 60. عاوز الاكس؟ شكرا 60. السؤال اللي بعده نفس الكلام يا باشمهندس يا دكتور يا محترم. نفس الكلام يا مستر. هقولك ركز معايا بس كده، هتلاقي الدنيا معاك حلوه وجميله. التان تروح الناحيه التانية بالشيفت تان، شيفت تان روت 3 الانجل تبقى ب60. خلي بالك الاكس مش ب60، اللي جوه التان على بعضه ب60. بوزيتيف 15 تروح الناحيه التانية بالنيجاتيف، فالاكس بتاعتك 60 ماينس 15 تبقى 45. هو عاوز ايه؟ تان الاكس، ما هو الاكس ب 45 يعني عاوز تان ال 45. تان ال 45 على الكالكليتر ب1. يلا بينا نخش على السؤال ده. والسؤال ده انا قلته لك في بداية السنة قبل كده مرة واتنين، ركز معايا. بيقول لي ABC is a right angle triangle at B. ادي at B اهي، ودي A ودي C. ماشي، دي مسألة بسميها مسألة الريشيو. قلتها لك بدل المرة 1000. هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجة، هنجيب البي سي على الاي سي. يلا، البي سي تاخد البعيد من الالجبرا والاي سي تاخد البعيد، يبقى 3 على 5. يعني البي سي قصادها 3 والاي سي قصادها 5. تعرف تجيب الاي بي من بايثاجورس؟ ده سايد عادي، يبقى ماينس سكوير روت 5 سكوير ماينس 3 سكوير، الاجابه تطلع 4، فده يبقى ب4. هو عاوز ايه بقى؟ تان الاي. خلصت. تان الاي، تان يعني تقى اوبزيت على ادجيسنت، يعني 3 على 4. فين 3 على 4؟ الاجابه تبقى سي يا باشمهندس يا دكتور يا محترم. سؤال رقم 14 يا باشمهندس يا محترم. بيقول لي بيقول لك A و B و C is a triangle in which B equals 90. ماشي يا عم، مثلث انجل B ب 90. اوكي ماشي تمام عادي، يعني دي ال A ودي ال C. بيقول لي 3 tan C minus 4 equals 0. لا ماليش في الكلام ده.
النيجاتيف 4 تروح بالبوزيتيف يبقى 3 10 سي ايكوالز 4. ال 3 تروح بالديفايدد يبقى 10 سي ايكوالز 4 على التلاتة. ده معناه ايه؟ ان الاوبوزيت ب 4 والادجيسنت 3 لان التان ايكوالز اوبوزيت على adjacent. تعرف تجيب الهايبوتنس؟ ايوه يا مستر ب5. جميل. عاوز يضرب ال25 تايمز ساين السي، ساين يعني صح، اوبوزيت على هايبوتنس 4 على 5 ملتبلاي كوساين السي يعني كح adjacent على الهايبوتنس 3 على 5. شكرا. الإجابة بتاعت حضرتك هتطلع ب12. الإجابة تبقى دي. ايه الرخامة دي؟ وسع وسع وسع. سؤال رقم 15. تعال نشوف بيقول ايه. بيقول لي ABC is right angle triangle at ايه؟ حاضر. مثلث 90 عند الايه، هنا الايه، هنا البي وهنا السي، لان احنا حطينا الايه عند ال90. يلا بينا. الراجل ده عاوز ايه بقى؟ بيقول لي تاني البي ب1. اعمل شيفت تاني ل1 كده، فالبي بتاعتك تبقى 45. الله، ده دي 45. ودي كمان 180 minus 90 minus 45 تديك 45. صح، صح جدا، صح خالص. عاوز ايه بقى؟ يا نهار ابيض. تاني السي يعني عاوز تاني ال 45. ماشي. ماينس ساين السي، ساين ال 40 ثانية 45 ملتبلاي كوساين السي، كوساين ال 45. عاوز ايه الراجل ده؟ رسهم على الكالكليتر. عناية الاتنين تبقى 1 ماينس دول على الآلة يدوك هاف. المهم رص دي كلها على الآلة تديك في الآخر نص، فالإجابة تبقى دي. السؤال ايه اللي بعده يا باشمهندس يا محترم؟ السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ABC is right angle triangle at ايه؟ حاضر 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 حاضر. at ايه؟ يعني هنا البي وهنا السي. بقول لك ايه، الاي ب90 يعني دول مجموعهم 90، يعني البي بلس السي ب90. زهقنا. يعني كوساين الاولى تساوي ساين التاني. صح صح. بيقول لي ايه بقى؟ كوساين الاولى اللي هي كوساين البي على ساين التانية. كابتن مش دول قد بعض؟ اي حاجة على نفسها بواحد. صح ولا ايه؟ صح يا مستر. خلاص، طالما دي قد دي يبقى دي اي واحدة ديفايدد التانية هتديك 1. تديني ايه؟ 1. فالريشيو بتاعتهم هما قد بعض، فالريشيو بتاعتهم بكام؟ بواحد. السؤال اللي بعده، هعمل شيفت تاني ل1. ايوه، ما اعمل شيفت تاني ل1 الاجابة تبقى 45. يعني الاكس 45 يا مستر. اللي جوه التان شخصيا كله ب 45. يلا نودي دي بالبوزيتيف يبقى 2x equals 45 plus 5 اللي هي 50. اقسم على الاتنين، فالاكس بتاعتك 50 على الاتنين اللي هي 25. شكرا. الإجابة سي. بيقول لي لو ساين الأولى تساوي كوساين التانية. اقفش. ساين الأولى تساوي كوساين التانية يعني مجموع دول ب90، وطالما في 2 ب90 يبقى التالتة كمان ب90 عشان نقفل ال 180. صح ولا ايه؟ ده معناه ان المثلث اللي انا بتكلم فيه ده عبارة عن رايت انجل دي ايه تراينجل. هنا السي وهنا الايه وهنا البي. شكرا. فبيقول لي المثلث ده ماله؟ رايت انجلد تراينجل. وشكرا. كده نبقى خلصنا جزئية من التشوز بتاع يونت 1 في الجيومتري اللي هو التريجنومتري. يلا بينا يا اولاد نحل بعض اسئلة التشوز على يونت 2 في الجيومتري بسرعة. بيقول لي سلوب بتاع الاي بي بهاف والخطين بيربنديكولار. طالما بيربنديكولار شقلب وغير اشارة هتبقى 2 على 1 بس بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 2. شكرا. الإجابة تبقى دي. بيقول لي the slope of the straight line that makes with the positive direction of x-axis an angle whose positive of measure x. كابتن لو معايا انجل وعايز اجيب السلوب فبنعمل تان الانجل. التان مش موجودة في الاختيارات، لازم تبقى حافظ ان التان عبارة عن ساين على ايه؟ كوساين. شكرا. الإجابة سي. السؤال اللي بعده بيقول لك C is a midpoint of AB. هات لي نقطة B بكام؟ سهلة جدا وبسيطة جدا، حلنا زيها كتير يا باشمهندس يا محترم. ادي نقطة A ب5 ونيجاتيف 3. نقطة C هي الميد بوينت ب6 ونيجاتيف 4. تعرف تجيب لي نقطة B اللي معرفهاش اسميها X و Y؟ حلنا زيها مدى للمرة مليون يا صاحبي. نعمل ايه؟ قالك سهلة. اعمل X زائد X على الاتنين تساوي 6، يعني 5 زائد X على الاتنين ب6. يلا نحلها. 2 تروح بالتايمز يبقى 5 زائد X تساوي 12، دي تروح بالماينس يعني X تساوي 12 ناقص 5 اللي هي 7. طيب
اعمل واي زائد واي على الاتنين تديك نيجاتيف 4، يعني نيجاتيف 3 زائد واي على الاتنين تديني نيجاتيف 4. دي بالديفايد تروح بالتايمز، يعني نيجاتيف 3 بلس واي ايكوالز نيجاتيف 8، دي تروح بالبلس، يعني الواي ايكوالز نيجاتيف 8 بلس 3، الإجابة تبقى نيجاتيف 5، فالإجابة تبقى 7 ونيجاتيف 5. الإجابة إيه؟ السؤال إيه اللي بعده يا باشمهندس محترم بسرعة؟ السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ اي بي سي دي ذا ريكتانجل، يعني الاتنين. حاضر يا عم، ادي اي بي سي دي اهو، اذا ايه ريكتانجل. اي بي سي دي، نقطة A بواحد وصفر، نقطة C بأربعة وأربعة. عاوز الراجل ده، عاوز البي دي بكام؟ كابتن انت هل تعلم ان الدياجونالز بتاعت الريكتانجل قد بعض؟ اه قد بعض. فالمسافة بتاعت الاي سي هي المسافة بتاعت البي دي. لو جبت الاي سي كأنك جبت الاي دي. طب تعرف تجيب لي الاي سي تقيسه بالمسطرة؟ اه بقانون الديستانس، سكوير روت x ماينس x باور 2، يعني 1 ماينس 4 باور 2 بلس 0 ماينس 4 باور 2. تطلع الإجابة بتاعتك بكام؟ ب5. شكرا. الإجابة إيه؟ السؤال اللي بعده يا باشمهندس محترم، بيقول لك الستريت لاين ده cuts from the positive direction of y axis of part كام؟ ركز معايا، الإيكويشن دي رخمة لازم تخش جوه كلها جوه كده. يبقى 2y minus 3x minus 6 equals 0. عايز تجيب الحتة اللي اتقطعت من الواي اكسس، الرقم الفرداني على الرقم اللي جنب الواي، يبقى نيجاتيف 6 اوفر 2. الإجابة تبقى 3. استنى، نيجاتيف 3. بس طالما قال لك كلمة لينث يونت، فبعد إذن معالي الوزير اللي بيتكلم وقاعد قصادي، بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك خليها دايما بالبوزيتيف. طول ما أنت بتشتغل لينث يونت يبقى البوزيتيف، الإجابة تبقى 3 بالبوزيتيف. السؤال الجاي بيقول لك ذا راديوس لينث اوف سيركل هو السنتر كذا 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 والباسنج ثرو النقطة دي. عندك دايرة السنتر بتاعها نيجاتيف 2 و 3 وبتعدي بالنقطة اللي اسمها 2 نيجاتيف 1. ايه الهبل ده؟ هات المسافة بين دول، جبت الراديوس. الراديوس يساوي سكوير روت اكس ماينس اكس سكوير، يبقى نيجاتيف 2 ماينس 2 سكوير بلس واي ماينس واي سكوير 3 بلس 3 ماينس ماينس 1، يعني 3 بلس 1 سكويرد. فالإجابة بتاعتك تبقى 4 روت 2. السؤال اللي بعده بيقول لك هات لي السلوب بتاع الستريت لاين. حاضر، رقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته يعني نيجاتيف 1 على الرقم اللي جنب الواي اللي هو نيجاتيف 1. شكرا. فالاجابه تبقى ايه؟ 1. بيقول لك الكارديزيان كوردينيت بلين ذا بوينت ذات at a distance 2 lengths from the origin may be. عايز نقطه تبعد عن الاوريجين ب2. كابتن النقطه اللي تبعد عن الاوريجين ب2 بمنتهى البساطه هنعملها ازاي؟ هجيب النقطه دي المسافه بينها وبين الاوريجين واشوف الديستانس تطلع ب2 ولا لا، واجيب النقطه دي المسافه بينها وبين الاوريجين اشوف النقطه تطلع ب2 ولا لا، واجيب المسافه دي النقطه بينها وبين المسافه بينها وبين الاوريجين شوف هتطلع ب2 ولا لا، واجيب المسافه بين دي والاوريجين شوف هتطلع ب2 ولا لا. مين في دول تطلع ب2؟ معرفش. تعال نجرب. همسك الاختيار سي، اجرب الاجابه. هات الديستانس بتوين الاوريجين والنقطه دي، سكوير روت x ماينس x سكوير بلس y ماينس y سكوير. تطلع الإجابة بكم يا باشمهندس محترم؟ تطلع ب2. الله، ده السي هي الإجابة الوحيدة اللي المسافة بينها وبين الأوريجين. تعالى نستكمل الأسئلة بتاعتنا ونشوف بيقول إيه. بيقول لك a circle its center is the origin، يعني عندي دايرة السنتر بتاعها هو مش دايرة، السنتر بتاعها هو الأوريجين. حاضر، أدي نقطة 0 و0. إيه الهبل ده؟ يلا. and radius ب2، يعني المسافة من هنا لهنا ب2. which of the following points belongs to the circle، يعني بالبساطة هتجيب المسافة بين النقطة دي والصفر والصفر. لو طلعت ب2 يبقى النقطة دي صح. هتجيب المسافة دي هتجيب المسافة بين النقطة دي والدي. لو طلعت ب2 يبقى النقطة دي صح. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. طيب تعال نجرب الإجابات. المستر هيجرب الإجابة سي. يلا بينا. هيجيب المسافة ما بين النقطة دي والصفر والصفر، سكوير روت x ماينس x سكوير، يعني روت 3 ماينس 0 سكوير بلس y ماينس y سكوير 1 ماينس 0 سكوير. يلا بينا. لما تيجي ترص دي على الكالكليتر يا باشمهندس يا محترم، الإجابة بتاعتك فعلا تطلع ب2. يبقى النقطة الوحيدة اللي المسافة بينها وبين السنتر 2 هي النقطة C، فعشان كده مستر نختار C. السؤال اللي بعده بيقول لي ال AB is a diameter of the circle. عندك دايرة كده، ال AB هو الدايمتر بتاعها. ماشي.
عاوز السنتر. يا سلام، ما هو السنتر هو الميد بوينت بتاعت الدايمتر. يلا بينا. تعرف تجيب لي الميد بوينت؟ اكس بلس اكس على الاتنين، يعني 3 زائد 5 على الاتنين، وواي بلس واي على الاتنين، نيجاتيف 5 زائد 1 على الاتنين. دي هتطلع ب4 ودي هتطلع بنيجاتيف 2. شكرا، فالإجابة تبقى 4 ونيجاتيف 2. السؤال اللي بعده يا باشمهندس دكتورة محترم. سؤال 11 بيقول لي M1 و M2 are two slopes of two parallel straight lines. طالما parallel يعني ال M1 تساوي ال M2. مستر الحقني ما لقيتهاش في الاختيارات. ما لقيتهاش فعلا. انا غلطان؟ لا، دخل دي بالماينس. يعني M1 ناقص M2 بتساوي كام؟ ما سيبناش حاجة الناحية التانية، يبقى سيبنا الزيرو. شكرا، فالإجابة تبقى ايه؟ يلا. بيقول لك M1 و M2 are two slopes of two perpendicular straight lines. M1 بتساوي 0.75. استاذنك اظبطها على الكالكليتر تطلع 3 على 4. طيب الاسلوب التاني شقلب وغير اشاره، يبقى 4 على 3 بس بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 4 على 3. الاجابه سي. يلا بينا. بيقول لك الستريت لاين whose equation كذا 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 which makes with positive angle with the positive direction of x axis. طيب ميجر بكام؟ هجيب الاسلوب بطريقتين. تاني السيتا تساوي الرقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته على الرقم اللي جنب الواي، يبقى نيجاتيف 3 على النيجاتيف 3. يعني تاني السيتا تساوي الواحد. لو سمحت هات لي الانجل بكام. شيفت تاني الواحد، الاجابه تبقى كام؟ 45. السؤال ايه اللي بعده من الاسئله الخطيره جدا 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 جدا. عاوز الحته اللي اتقطعت من الاكس اكسس to get the intersection point، او الحته اللي اتقطعت من الاكس اكسس. لو سمحت حط الواي بصفر. حط الواي بكام؟ بصفر. يعني 2x minus 10 equals 0. يعني 2x equals 10. يعني الاكس بكام؟ ب5. حتة خطيرة 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 خطيرة. الحتة اللي اتقطعت من الاكس بكام يا صاحبي؟ ب5. شكرا. السؤال انت. السؤال اللي بعده يقول لك التو ستريت لاينز كذا وكذا ار بيربنديكولار. سهلة. يعني اسلوب الاولاني اجيبه الرقم اللي جنب الاكس بعكس الشرط والرقم اللي جنب الواي، تايمز اسلوب التاني رقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته على الرقم اللي جنب الواي، يساوي كام؟ نيجاتيف 1. النيجاتيف 4 بالسلامة تروح مع النيجاتيف 4، يبقى نيجاتيف 3 تضرب فوق على كي تساوي نيجاتيف 1. كروس مالتيبليكيشن، الكي تساوي ده في ده على ده، يبقى كي ايكوالز نيجاتيف 3 تايمز 1 على نيجاتيف 1. الإجابة تبقى كام؟ 3. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك التو ستريت لاينز كذا وكذا ار بارل. يعني الاسلوب الاولاني يساوي الاسلوب الثاني. الاسلوب الاولاني نجيبه ازاي؟ الرقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته على الرقم اللي جنب الواي، يساوي الاسلوب الثاني الرقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته على الرقم اللي جنب مين؟ الواي. يلا. يعني نيجاتيف 1 تساوي نيجاتيف كي على 2. النيجاتيف تروح مع النيجاتيف، يعني 1 تساوي كي على 2. كروس مالتيبليكيشن، الكي تساوي ده في ده على ده، 2 في 1 على 1، يبقى كي تساوي كام؟ 2. السؤال اللي بعده. ايه الرخامة دي؟ اتمسح. يلا. في السؤال ده بيقول لي لو سمحت بعد اذنك عايز اجيب الحتة اللي اتقطعت من الواي اكسس. يعني الاتنين يا عم. حاضر. تأمرني ازاي اجيب الحتة اللي اتقطعت من الواي اكسس؟ الرقم الفرداني على الرقم اللي جنب الواي بمنتهى البساطة، يبقى نيجاتيف 6 على نيجاتيف 3. الإجابة تبقى 2. شكرا، الموضوع انتهى. خلص الكلام من غير رغي كتير. الموضوع انتهى يا صاحبي. السؤال ايه اللي بعده؟ بيقول لي the perpendicular distance between النقطة والاكس اكسس. لو عايز perpendicular distance between النقطة والاكس اكسس خد الواي بالبوزيتيف. خد الواي بالايه؟ بالبوزيتيف. يلا. التو سلوبس دول بيقول لك perpendicular straight lines. يعني السلوب الاولاني تايمز السلوب التاني equals نيجاتيف 1. صح؟ النيجاتيف طارت مع النيجاتيف. يلا بينا. دي كلها بالايه؟ بالتايمز. تروح الناحية التانية بالايه؟ بالديفايدد. يعني 6 على كي equals 1 divided 2 over 3. يعني 6 على k equals 3 over 2. cross multiplication k equals كام؟ 6 في 2 على 3 تساوي كام؟ تساوي 4. خلص الكلام. الإجابة تبقى 4. السؤال اللي بعده يا صديقي العزيز المحترم. بيقول لي ايه السؤال اللي بعده بسرعة؟ بيقول لي the slope
of the straight line كذا 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 is 2. الاسلوب بكام؟ ب 2. ايه الهبل ده؟ الاسلوب هو الرقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته على الرقم اللي جنب الواي. ده على ده اساويه بكام؟ اساويه ب 2. ايه الهبل ده يا عم؟ نيجاتيف تروح مع النيجاتيف، يعني الايه بتاعتك بكام؟ ب 2. ايه ده؟ انا يجي لي السؤال ده. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده خطير مهم، ركز فيه. بيقول لك البربنديكولار ديستانس بين تو ستريت لاينز. ركز معايا كده. النيجاتيف 2 تروح بالايه؟ البوزيتيف 2 تروح بالنيجاتيف، يعني الاكس بكام؟ نيجاتيف 2. هنا النيجاتيف 4 تروح بالايه؟ تروح بالبوزيتيف، فالاكس بتاعتك بكام؟ ب 4. خلص الكلام. مستر، ايوه انا عاوز اجيب الديستانس. هو انت مش عشان خاطر تجيب الديستانس بتعمل سكوير روت اكس ناقص اكس باور 2؟ يلا بينا. يبقى نيجاتيف 2 ماينس 4 باور 2. مفيش واي يا عم، عادي مفيش واي. بعد ما ترص دي على الكالكليتر يا باشمهندس المحترم هتلاقي الاجابه بتاعتك تطلع ب6. شكرا. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده بقى جامد 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 وصعب. استأذنك بعد اذنك هحله لوحده. على طول على طول على طول كاتب لوحده. هيعمل ايه؟ بيقول لك هحله لوحده على جنب. احفظ النقط A و0 و0 و1. بيقول لك الديستانس بين النقطة دي والنقطة دي is one length unit، يعني بواحد. عناية الاتنين نحله مع بعض. النقطة الأولانية اسمها A و0، النقطة التانية اسمها 0 و1. الديستانس بينهم بكام؟ بواحد. يلا الديستانس بواحد. يلا نكتب قانون الديستانس. سكوير روت اكس ناقص اكس باور 2 بلس واي ناقص واي باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. الروت تروح الناحية التانية بالايه؟ بالباور. يلا a ماينس 0 ملهاش لازمة، يبقى هتبقى a باور 2 على طول بلس دي على الكالكليتر بواحد، وال1 باور 2 هتديك 1. يلا ال1 بالبوزيتيف تروح بالنيجاتيف، يعني ال a باور 2 equals 1 minus 1، يعني ال a باور 2 بكام؟ بزيرو. خد لها سكوير روت، يعني ال a equals سكوير روت الزيرو برضو بكام؟ بزيرو. فبيقول لحضرتك عاوز يعرف ال a بكام؟ عينيا الاتنين. ال a بصفر يا صاحبي زي اللي هجيبه لو ما ذاكرتش. السؤال اللي بعده ده بقى سؤال جامد 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 جامد. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت ابوس ايدك يا اخي ركز فيه. بيقول لك ايه الحته اللي اتقطعت من الاكس اكسس؟ توجد الحته اللي اتقطعت من الاكس اكسس، حط الواي بصفر يا صاحبي. من الاخر حط الواي بكام؟ بزيرو. يلا التو بالديفايدد تروح بالايه؟ بالتايمز، يعني الاكس بتاعتك بكام؟ 6 في 2 ب12. خلصت خلصت. ما ترغيش معايا. يلا هات لي السؤال اللي بعده. بيقول لك الستوب اوف ذا ستريت لاين باراليل اكس. حفظ الباراليل اكس يعني بكام؟ بزيرو. عايز الايكويشن بتاعت الستريت لاين. حاضر. اللي باراليل للواي اكس. بص بص بص، باراليل ايه؟ للواي. طيب الستريت لاين اللي باراليل للواي ده قطع في مين؟ قطع في الاكس صح؟ ده باراليل للواي. طالما باراليل للواي الايكويشن بتاعته اسمها اكس ايكوالز. طالما باراليل للواي الايكويشن بتاعته اسمها اكس ايه؟ ايكوالز. ايكوالز مين؟ ايكوالز الرقم ده. شكرا. فالايكويشن بتاعته اسمها اكس ايكوالز كام؟ 3. طب لو بارلل للاكس الايكويشن بتاعته اسمها واي ايكوالز نيجاتيف 4. ماشي. السؤال اللي بعده زهقت بقى خلاص، كفايه يا عم ما تقرفناش. اول حاجه الايكويشن دي مش مظبوطه. كي واي تخش بالماينس نيجاتيف 1 تخش بالبوزيتيف بوزيتيف 8 اكس. بيقول لك التو ايكويشنز دول مالهم؟ السلوبس او الستريت لاينز دول بيربنديكولار. الرقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته والرقم اللي جنب الواي يبقى نيجاتيف 3 على نيجاتيف 4 تايمز الرقم اللي جنب الاكس بعكس اشارته اللي هي نيجاتيف 8 على الرقم اللي جنب الواي. الاجابه تبقى نيجاتيف 1. ليه يا مستر سويتها بنيجاتيف 1؟ عشان بيربنديكولار يا عم. يلا باي باي. النيجاتيف سافرت مع النيجاتيف، والنيجاتيف دي سافرت مع النيجاتيف دي، يعني 3 على 4 تايمز 8 على الكي تساوي 1. دي بالتايمز تروح بالديفايدد، اكتبها تحت. يعني 8 على الكي تساوي 1 ديفايدد 3 على 4، يعني 8 على الكي تساوي 4 على 3. كروس مالتيبليكيشن الكي ايكوالز 8 في 3 على 4. الإجابة تبقى 6. سؤال ايه اللي بعده يا صاحبي؟ أنا تعبت وزهقت بجد، يعني بجد بجد مش هكدب عليك.
زهقت منك بصراحة. يلا الستريت لاين الباسنج ثرو النقطة دي والنقطة دي السلوب بتاعها يساوي تاني 60 على جنب كده. هروح احسب تاني 60 بكام؟ تاني 60 بروت 3. طيب تعالى نجيب السلوب من هنا ونساويه بروت 3. يلا y ماينس y على x ماينس x هساوي الإجابة بكام؟ بروت 3. يلا بينا نظبط مسألتنا. 2 روت 3 ماينس روت 3 الإجابة هتبقى روت 3 بس ايكوالز كام؟ روت 3. عرفت منين؟ تاني 60 بروت 3. روت 3 بالديفايد تروح بالتايمز، يعني y ماينس 1 تساوي روت 3 تايمز روت 3 على الكالكليتر ب3. نيجاتيف تروح بالبوزيتيف، فالواي بتاعتك ب4 يا باشمهندس.